بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل صينية بطاطس بدون لحمة جميلة جدا، ومرة تانية هعملها بلحمة مفرومة وتشوفوها. دلوقتي بنزل بحتة ليا، لما انزل بليا ما بحطش سمنة عشان ما يبقاش تقيل، بحط بقى هنا زيت عباد شمس، زيت عباد شمس مش اي زيت تاني كده. دلوقتي سبت اللي هي تسيح مع شوية الزيت، ودي ليها تقطيعة معينة كده. طبعا كل أكلة ليها التقطيعة بتاعتها في البصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما قطعت البصلة بحط عليها معلقتين فلفل اسود، معلقة قرفة، بسم الله، معلقة بهارات اللي هي 7 بهارات، بحط كمان ورق لوري مطحون، كمان معلقتين ملح كده. وبعمل ايه بقى؟ محطهاش بقى كده وخلاص، لا، الله يرحمها ماما كانت دايما تقول لنا ندعكها كده، لازم تدعك. ليه؟ عشان بتطلع الزيوت بتاعتها. بتبقى جربوها من غير ما تدعكوها وجربوها لما تدعكوها، بتطلع جميله جدا بالدعك كده كده كده. لازم اعملها مع ادعكها كده مع التوابل كلها اهي. بصوا اتشربت ازاي. وادعك كمان، كل ما تدعكوها الزيوت بتاعتها بتطلع مختلفه تماما، غير لما تحطوها من غير دعك، يبقى طعم تاني خالص. اهو كده، بسم الله كده. دلوقتي اللي ساحت اهو، اللي ساحت هنزل بيها بالبصل. بسم الله وأقلب كده. شوف شكلها جميل ازاي، ما تبقاش زي المسلوقه. جربوها كده هتلاقوها مختلفه تماما. لازم ادعك البصل، لازم. الله يرحمها ماما كانت دايما، وجدتي برضه نفس الكلام. دلوقتي عقبال ما تتحمر بصله بسيط، بنزل ب4 بطاطسيات نقطعهم كده. بصوا ازاي نروح نقلبها كله في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة كده. كمان دلوقتي احط معلقة ثوم، ثوم واقلب. ازاي اتشربت ازاي. هتعجبكم قوي قوي قوي، يا ريت تجربوها. دلوقتي بزود في البطاطس معلقة بهارات، معلقة فلفل اسود، على البطاطس. انا خلاص حطيت على البصل، دلوقتي بحط على البطاطس واعمل كده اقلبها في بعض. شوفوا شكلها جميل ازاي.
في الاثناء وانا بعمل على النار انا بسخن الفرن بصراحه دلوقتي اهو كده. محطتش سمنه، بحط سمنه ما بحطش ليا اهو. ادي كده نسيبها شويه. بنزل قطعت طماطميتين كبار صغيرين كده، بعدين شوفوا شكلها جميل ازاي. نروح نقلبها. بسم الله. اهو دلوقتي بقلب الطماطميتين اللي انا عملتهم اهو. كده بسم الله. اهو دلوقتي بصوا ابتدت تتقمر، بصوا شكلها. لسه هكمل سواها، اقلبها تاني اهو، اقعد اقلب فيها لغايه ما تتشرب كلها. دلوقتي انا شايفه انها اتشربت كلها. بعد كده بنزل بمعلقه معجون طماطم، معلقه واحده بس كده، عشان انا مش بعملها صلصه غامقه قوي. ما احبش اي خضار الصلصه غامقه، احبه طبيعي كده يبقى حلو، ولا غامق ولا فاتح اهو كده مظبوط. وكل ما نقلل الطماطم شويه بيبقى احسن كده. بصوا شايفين لونها بقى حلو ازاي. دلوقتي احط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط ميه تاني يعني كوبايتين كده، تاخد غلوتين. اروح بعد شويه تشوفوا انا ادخلها ازاي الفرن اهي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد غلوه بس وبروح مدخلاها في الفرن كده اهو كده. بسم الله. دلوقتي اثناء كده بحط معلقه كاري كمان، كاري. معلقه كركم اهي. دلوقتي بعد ما غلي غلوه بحط ترانشات طماطم كده على الوش. بسم الله. يعني كل حطيته 4 طماطميات، 4 طماطميات، 2 قطعتهم صغير و2 على الوش وكده. برصها عشان قبل ما احطها في الفرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي صينيه الفرن طلعت من بطاطس في الفرن، طلعت اهو دلوقتي من الفرن. بصوا شكلها جميل ازاي. هنغرفها دلوقتي واوريها لكم باذن الله بالف هنا وشفا. يا رب تجربوها. دلوقتي بعد ما غرفنا اهو البطاطس، شوفوا ازاي زبده. بصوا جميله جدا وبالف هنا وشفا. يا رب تجربوها. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل جرس الإشعارات. بون أبيتي.